هنا إبليس مطرود من الجنة وممنوع يفوت، شلون راح يطب للجنة؟ فإبليس نزل للأرض وقعد يقنع بالحيوانات. تخيل، قال لهم أريدكم تطببوني للجنة، إنه على أساس يفوت بداخلهم ويطب من خلالهم للجنة. فكل الحيوانات رفضت لحد ما شاف حية، عرض عليها عرض، قال لها إذا طببتيني للجنة من خلالك راح أخلي آدم فريسة إلك وأخليك تاكليه. عموما قدر يخدع الحية ويقنعها إنه تفوته للجنة. هسه راح تقول لي ليش ما الله منعه؟ مو رب العالمين يعلم بكل شيء؟ رب العالمين يعلم بكل شيء صح، بس هو راد هذا الشيء يصير على مود يختبر آدم أكثر. فعلا دخل إبليس بجسد حية للجنة، ومن دخل للجنة طلع من الحية. فأول ما دخل للجنة قعد يبكي ويصيح ومسوي روحه حزين. فآدم وحواء شافوه قالوا له ليش تبكي؟ قال لهم أبكي عليكم، راح تموتون وتفارقون بعض وتعوفون هاي النعمة اللي انتو بيها. باختصار خدعهم شيطان بعد وعدكم الحساب. فآدم وحواء ظلوا حايرين. فإبليس قال لآدم عليه السلام، قال له يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ وهاي آية موجودة بالقرآن الكريم، أي بمعنى قال لهم تريدون أدليكم على شجرة من تاكلون منها راح تخليكم عايشين للأبد وما تموتون؟ فقالوا له بس رب العالمين منعنا منها. فقال لهم إيه صحيح، هاي الشجرة الله منعكم منها على مود ما تصيرون خالدين، وقال لهم أنا أعرف بمصلحتكم وأنا دا أنصحكم. ففعلا قدر يغرهم. فالروايات تقول حواء كانت مخدوعة من إبليس أكثر من آدم، يعني إبليس أثر عليها أكثر من آدم، فخلاها هي اللي تقنع آدم إنه يروح يأكل من الشجرة. وعلى حسب ما قرأت بالروايات يقولون حواء قامت أبد ما تتقرب من آدم، كل ما يجيها تقول له لازم نروح ناكل من الشجرة. وهذا الحكي كله من وراء إبليس يوسوس بدماغها. ففعلا راحوا أكلوا من الشجرة. فالنبي آدم عليه السلام أول ما أكل من الشجرة حس بشعور غريب، حس رب العالمين ما راضي عنه، فانهزم من يم الشجرة وراح يركض. فالرب العالمين قال له يا آدم أتفر مني؟ يعني تريد تنهزم مني؟ فآدم قال للرب العالمين لا يا رب، ولكن حياء منك، يعني قال له أنا مستحي منك، خجلان، لهذا السبب انهزمت. فالله قال له منو خلاك تاكل من الشجرة؟ فآدم شرح له اللي صار وقال له حواء هي اللي أصرت علي. فالرب العالمين قال له فإن علي أن أدميها كل شهر، وانتم تعرفون شنو يعني أدميها كل شهر، وأن أجعلها سفيهة، وقد كنت خلقتها حليمة، وأن أجعلها تحمل كرها وتضع كرها، أي بمعنى أخليها تصير حامل بصعوبة وتولد بصعوبة ويصير عندها ألم بالولادة. فقال له لو لم تأكل من الشجرة لكنت جعلتها تحمل يسرا وتلد يسرا، يعني لو ما ماكله من الشجرة كان خليت حتى حملها يصير بسهولة وولادتها بسهولة، مو مثل ما نسواننا هسه تولد بهاي الطريقة. وقال رب العالمين لألعنن الأرض التي خلقت منها يا آدم لعنة يتحول بها ثمارها شوكا، ولم يكن فيها شجرة تساوي أشجار الجنة. فقال للحية اللي طببت إبليس قالها دخل الملعون في جوفك حتى غر عبدي، ملعونة أنت لا يكون لك رزقا إلا التراب، أنت عدوة بني آدم. فقال لهم اهبطوا إلى الأرض. فالله نزل آدم وحواء للأرض وسلب منهم كل النعم اللي كانوا يتمتعون بيها، ونزل إبليس للأرض. بس قبل ما الله يلعن إبليس وينزله للأرض، إبليس قال الرب العالمين،
فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فإبليس طلع يتوعد للبشر منا اليوم القيامة إنه يغوي البشر، يوسوس بدماغهم، يخليهم يطبون للنار. الروايات تقول إنه النبي آدم عليه السلام أول ما هبط للأرض الله نزله على جبل بالهند، وحواء نزلت بمكة، وإبليس نزل بالعراق تحديدا بميسان. أما الحية فالله نزلها بأصفهان. النبي آدم عليه السلام من نزل للأرض كان كلش طويل بشكل مو طبيعي، يعني إذا نشوفه بهذا وقتنا عملاق. فالروايات تقول من كثر ما كان طويل كان يسمع أصوات الملائكة من تسبح، فالرب العالمين من غضب عليه قبل قصر طوله وخلاه بطولنا احنا هسه. فالنبي آدم حزن شديد لأن قام ما يسمع أصوات تسابيح الملائكة، فقال الرب العالمين: كنت جارك في دارك، ليس لي رب غيرك، أدخلتني جنتك، آكل منها حيث شئت وأسكن حيث شئت، فأهبطتني إلى هذا الجبل فكنت أسمع أصوات الملائكة وأشم ريح الجنة، فقصرتني فقد انقطع عني صوت التسبيح وذهبت عني ريح الجنة.